بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا دايما بخير. هنعمل بقى النهاردة مع بعض ورقة اللحمة بطريقة بسيطة وسهلة وطعمها وريحتها تحفة. أول حاجة كده في ورقة اللحمة تكون اللحمة متقطعة رفيع عشان طبعا تستوي بسرعة. هعمل هنا بقى معاها بطاطس مقطعة مكعبات كده تخينة زي ما انتوا شايفين، يعني البطاطساية مقطعها كده 3 وحدات كده أو 3 قطع كده تكون تخينة، والجزر قطعته كده أقل من البطاطس بسنة، ومسكت كده 3 بطاطسات كده 3 بصلات كده كبار وقمت مقطعاهم جوانح زي ما انتوا شايفين، وهتبلهم بالملح والفلفل وهدعكهم كويس كده بالملح والفلفل أهو زي ما انتوا شايفين كده، واقوم رايحة دعكاهم بالملح والفلفل كويس اتبلهم. وهعمل بقى التتبيلة اللي انا هحطها بقى على الخضار واللحمة، عبارة عن معلقة من السمنة كبيرة وتلت كوباية من الزيت، طبعا الدهون دي حلوة عشان تتغلف بقى في البطاطس وكده وتحط فيها التوابل. حطيت بقى فيها ملح وهحط فيها فلفل اسود وهحط معلقة كبيرة من البهارات بتاعة اللحمة ورشة كمون. هبدأ بقى اقلب المكونات دي كويس اوي، وانا عايزة تضيفي حاجة تانية تضيفيها من البهارات بس كده تمام اوي، تديها نكهة وحاجة كده تحفة. جبت بقى الخضار بتاعي اللي هو عبارة عن البطاطس والجزر، جبت معلقتين من التتبيلة اللي احنا عملناهم وحطيتهم عليهم وقلبتهم كويس. حطيت طبق طبعا كبير شوية عشان اعرف اقلب، وحطيت نص كمية البصل اللي احنا عملناها بالملح والفلفل دي حطيتها على البطاطس والجزر، ودعكتهم برضه دعكة كده كويسة، وهنزل عليهم بقى ب3 طماطميات كده متقطعين جوانح وقلبتهم بالمعلقة. طبعا مرضتش احط الطماطم في الاول عشان يعني متتعصرش، يعني تاخد بس تقليبة خفيفة. بعد كده بتجيبي بقى اللحمة تتبليها بالتتبيلة اللي احنا عملناها، حطيت حوالي 4 معالق كده من التتبيلة، وابدأ بقى ان انا اغلفها تغليفة كويسة اوي عشان بقى يعني تبقى متبلة من كل ناحية. بعد ما عملتها كده قمت حطاها على باقي البصل اللي احنا عملناه، حطيت عليها باقي التتبيلة اللي احنا عملناها برضه، وابدأ برضه ادعكهم بقى دعكة كويسة اوي مع بعض. كل الحاجات دي بتفرق بقى في النكهة والتتبيلة واحنا بناكل، تبقى كل حاجة متنكهة وكل حاجة واصلها النكهة بتاعتها. بعد كده بقى بنجيب بقى ورق فويل، انا قطعتها كبيرة شوية عشان ما اسيبش ولا اي حاجة تخرج ولا هوا يخرج منها كده، وعشان تستوي في البخار. وبحط عليها ورق زبدة، لو ورق الزبدة بتاعك حلو وتمام يعني متأكدة ان هو ميلزقش تمام، خايفة ان هو يلزق نحط بقى دهنة زيت كده ونقوم حاطين الخضار. طبعا هو ورق الزبدة معمول عشان ميلزقش في الحاجة، فنحط سنة زيت كده وندعكه عشان نحط الخضار. وبعد كده حطيت عليهم اللحمة والبصل اللي احنا عملناهم مع بعض، رصيتهم كده زي ما انتوا شايفين، وبعدين بغطيها بقى بورق الزبدة وورق الفويل تاني. بس انا في المرحلة دي بعد ما غطيتها نسيت ان انا احط لها حاجات ففتحتها تاني كده، كنت بقفلها بقى جامد وجبت لها صينية حطيتها فيها. من الافضل ان احنا نحطها في صينية تانية، يعني في صينية خارجية كده عشان ما نبوظش الفرن بتاعنا. وكنت ناسية هنا بقى حطيت قطعة من التوم، قطعة خفيفة كده، وحطيت حبهان يعني حبهنتين كده ولا حاجة، حطيت في كل حتة واحدة، وحطيت ورق لوري برضو كام واحدة كده في كل حتة حاجة، عشان بقى طبعا الريحة كده بتطلع كده تبقى تحفة، بيأثر برضو في الطعم. وقمت راجعة بقى قافلاهم قفلة تانية كويسة اوي من كل ناحية اهو زي ما انتوا شايفين، وبقفل برضو بالفويل برضو كويس من كل ناحية. والفرن طبعا سخنته قبلها بربع ساعة، يعني داخلة والفرن سخن ودرجة حرارة 160، وافضل سايباها 160 عشان ما تتحرقش تستوي كويس. وحطيتها في الشبكة في النص. عقبال طبعا بقى بعد ما حطيتها نعمل بقى شوية الرز بقى الحلوين بتوعنا اللي بالشعرية، عبارة عن معلقة من الزبدة وتلت كوباية من الزيت،
او معلقتين من الزبدة، وحطيت كوباية من الشعرية. طبعا كل ما الشعرية تبقى كتير في الرز بتبقى حلوة. هبدأ بقى ان انا احمرها، وقبل ما تاخد اللون اللي هو الدهبي اللي انتي عايزاه بالظبط بتاع الرز تكوني حاطة الرز، لان طبعا بعد ما تحطي الرز بترجعي تشوحيه كده مع الرز بتاخد لون اكتر شوية. بعد كده ننزل بقى بالرز بتاعنا مغسول طبعا ومتصفي. هبدأ بقى اقلبه مع الشعرية كده، قلبيه حوالي 4 دقايق عشان يتشمع كويس مع الدهون. الحركة دي بتخليه طبعا ميعجنش منك. ونحط بقى الملح، نحط فلفل اسود رشة، واقلبهم تاني مع بعض كويس قبل ما اضيف المية. فضلت طبعا اقلب شوية، وبعد كده ضفت عليها المية، يعني المية تبقى فوق الرز بالظبط. وبعد ما تقلب يعني والسطح بقى متساوي كده بنص عقلة، يعني تحطي كده صباعك كده تلاقيه نص عقلة في المية فوق كده، تبقى المعدل مظبوط. وطبعا بتسيبيها على نار عالية لغاية اما الرز يتشرب. اول لما الرز يتشرب بترجعي توطي النار يستوي بقى على مهل. يبقى كده الرز بتاعك جاهز. وطيت النار بعد ما المية اتشربت واستوى بقى زي الفل ومفلفل وتمام. وورقة اللحمة طبعا سبتها ساعة ونص في البتاع تمام، مفتحتش عليها خالص. وبعد ساعة ونص كل حاجة مستوية وكل حاجة تمام، والريحة بتاعتها تحفة وطعمها جنان. يعني طعم البطاطس المتبلة دي حلوة اوي. يادوب بس للأمانة حطيتلها نص كوباية مية يعني في الصينية كده من بره، عشان خفت بقى اي حاجة تتلسع. بس هي تحفة وطلعت مفيش حاجة اتلسعت. وجربوها وقولوا رأيكم، ومتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ولو متابعيني على الفيس اعملوا متابعة. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.